يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ المفروض كنا نطلع نتكلم ونعمل فيديو كده بعد ماتش باتشوكا، بس الصراحه الواحد نفسيته ما كانتش مستحمله وما كانش قادر يطلع يتكلم اصلا. وبعديها الدنيا دربكت والاحداث دخلت في بعض، فقلت لا بقى ده انا اعمل لكم فيديو اخر الشهر اجمع فيه الاحداث اللي حصلت في الشهر كله. فقبل ما نبدا كده ما تنسوش تظبطوني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. يلا بينا نبدا. عموما انا بصور الفيديو ده قبل ماتش انبي يعني عشان يلحق يتمنتج وينزل بقى والدنيا وانتوا عارفين يعني. فلحد دلوقتي الاهلي لعب في شهر ديسمبر 5 ماتشات، قدر يكسب ماتشين، كسب المصري وكسب بلوزداد، وتعادل في ماتشين قدام البنك الاهلي وقدام اورلاندو بايرتس، وخسر ماتش واحد من باتشوكا بضربات الجزاء. طبعا لو جينا نتكلم على بدايه الشهر فالاهلي في الاول قبل ما يروح يلعب الانتر كونتيننتال شفناه بيتعادل مع البنك الاهلي وبعد كده مع اورلاندو بايرتس. ماتشين خلصوا بتعادل سلبي وكان واضح فيهم العقم الهجومي لفرقه النادي الاهلي، وبان فيهم قوي ان الاهلي بدون وسام ابو علي هجوميا تقريبا صفر. ولكن قلنا مش مهم وعدينا الدنيا وقلنا هنروح نلعب الانتر كونتيننتال قدام باتشوكا عشان الفرقه تقدم ماتش. الحقيقه اجمالا ما اقدرش اقول عليه ماتش كان وحش، لكن الماتش اتقلب بعد تبديله كولر لما خرج وسام ابو علي ونزل كهربا اللي ضيع انفراد في اخر دقيقه في الوقت الاضافي الاول كانت كفيله تنهي الماتش خالص للاهلي. وبعد كده في ضربات الجزاء دخل يشوط ركله الحسم، لكنها ما كانتش ركله الحسم، كانت الركله اللي قضت علينا تماما. الحقيقه انا متفهم شعور كل اهلاوي وهو خلاص انت بيلنتي من 2 وتكسب وتصعد وتلاعب ريال مدريد في الفاينل، لكن للاسف يدخل كهربا يضيع ويدخل عمر كمال بعده يضيع. وهنا انا كان عندي سؤال مهم، هو فين عمرو السوليه؟ هو فين بيرسي تاو؟ الناس ليه دي ما شاطتش في الاول؟ عمرو السوليه الراجل اللي الكل عارف قد ايه هو بيشوط ركلات جزاء حلو جدا، ازاي ما يكونش موجود في الخمسه؟ وطبعا النار اتفتحت على كهربا بعد الماتش، وده حق الجمهور تماما، لان اصل حط نفسك كده كلاعب مكان الجمهور، فرقتك خلاص كسبانه وشبه بتخلص والناس بتحتفل بالماتش، تقوم فجاه انت مضيع وانت اصلا في الماتش مضيع، وقبلها في قدام فلومينينزي قبلها بسنه مضيع برضه. فكان لازم كهربا وباقي اللعيبه زي ما الجمهور بيمدحهم وقت الانتصار يتحملوا نقد الجمهور وغضب وقت الهزيمه، لكن ده اللي ما حصلش، وشفنا انفعالات سريعه جدا من محمد الشناوي وخناقات مع الجمهور في ارض الملعب. الحاجه اللي طلع الكل انتقدها وانا كنت شايف ان دي حاجه ما ينفعش تطلع من كابتن النادي الاهلي، لازم كنت تستوعب غضب الجمهور وقد ايه الناس دي زعلانه وقد ايه مقهورين من الهزيمه. بعدها شفنا طبعا حمله من الهجوم الرهيبه على كهربا وعلى محمد الشناوي بعد الماتش، لان الشناوي راح قال للجمهور لما كان بيقول لكهربا امشي كان بيقول لهم خلاص انا كمان همشي. وجمهور النادي الاهلي حاجه زي دي بياخدها على كرامته قوي، لان بالنسبه لهم يا معلم ما تمشي، ما غيرك مشي وغيرك مشي والنادي هو اللي هيفضل موجود، عشان نفضل في الشد والجذب ده لحد ماتش بلوزداد. وبيجي الماتش ده والاهلي بيقدر يفوز فيه بنتيجه 6-1، وقلنا خلاص يمكن تبقى مصالحه من اللعيبه للجمهور، بس لا كانت مصالحه ولا كانت نيله، وكانت مشكله اكبر واكبر. بعد الماتش الشناوي ادرك خطأه وراح عشان يحيي الجمهور، ولكننا شفنا كلنا كابتن محمد رمضان وكهربا وهما بيمنعوه، ففي الاخر اللعيبه دخلت اوضه اللبس من غير ما تحيي جمهورها، حاجه غريبه وما تعودناش عليها في الاهلي واتكلمت عنها في وقتها. ولكن سرعان ما عادت الامور لطبيعتها، ولما الاهلي كسب المصري 2-0 شفنا اللعيبه كلها اتجمعت وراحوا حي الجمهور، وده يبين انه على الاغلب اللعيبه حسوا بغلطهم وفهموا قد ايه جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي. واتمنى ان اللعيبه ما تحطش نفسها في صدام مع الجمهور، لان الموضوع ده والنقطه دي بقت بتتكرر كتير قوي. الموضوع كان من اول ما رامي ربيعه طلع على التلفزيون وقال والله اللي مش عاجبه ادائي ما يشجعش الاهلي لحد ما امشي، وبعديها شفنا موقف الشناوي واخيرا شفنا موقف كهربا، ودي حاجات جديده. اللعيبه حسوا ان النادي بتاعهم وان الجمهور هو اللي شغال عندهم مش العكس. دايما بنقول ان الجمهور هو الطرف الانقى في المنظومه، الطرف اللي بيدي بدون مقابل، هو مش عايز منك حاجه، هو عايزك بس تفرحه وتكسب، ما بياخدش من وراك اي فلوس، بالعكس ده بيدفع لك. بس خلونا نبعد عن الجزء ده وندخل جوه الفنيات في ارض الملعب. ماتش بلوزداد الاهلي عمل شوط اول وحش قوي، كمل بيه على ادائه اللي لعب بيه من بدايه الشهر، وشفنا هدف غريب دخل في محمد الشناوي، انا مش فاهم ازاي الكره اتشاطت كده وازاي الشناوي حاول يصدها ودخلت الناحيه الثانيه كده. لكن في الشوط الثاني وسام ابو علي بيستفيق وبيحط هاتريك، وبينتهي الماتش بنتيجه 6-1، واداء قوي جدا للمارد الاحمر في الشوط الثاني. ويجي بعدها ماتش المصري وتخيلت ان هو هيبقى تكمله على اداء ماتش بلوزداد، ولكن في الحقيقه مش عايز النتيجه تكون خادعه للجمهور. الجون الاول كان من فاول، والجون الثاني كان من كره في اخر دقيقه وانت رايح بانفراد من 2 لعيبه من نص الملعب على حارس المرمى، غير انه كان في كره في العارضه للمصري كان ممكن تقلب الماتش تماما والنتيجه 1-0 وتطلع من الماتش متعادل مش كسبان، غير ان الشناوي برضه اخطا خطا فادح وهو طالع يمسك الكوره اللي كان المفروض يعني بيقولوا تتحسب ضربه جزاء لفخر الدين بن يوسف. ما علينا يعني الكوره كان فيها فاول قبلها ولا لا، الكوره ضربه جزاء ولا لا، المهم ان هي ما اتحسبتش في الاخر، ولكن كوره بالعرض يطلع حارس مرمى الاهلي يحاول يمسكها تقع من ايده وتروح للمهاجم، دي حاجه مصيبه، خصوصا لو ضفنا عليها كمان الخطا اللي في ماتش بلوزداد. عشان كده لو فاكرين قبل ماتش باتشوكا كنت اتكلمت معاكم في ان انا شايف ان محمد الشناوي خلاص محتاج يقعد على الدكه ومصطفى شوبير ياخد فرصته. الشناوي حارس كبير وتاريخي وانا متفاهم كل الكلام ده، ولكن خلاص مصطفى شوبير ده وقته. والمستوى الهجومي في فرقه النادي الاهلي نقدر نقول ان هو ضعيف جدا، 3 ماتشات من 5 الفرقه ما قدرتش تسجل فيهم، وعندك قدام نقص على مستوى العدد وعلى مستوى الجوده واضحين للاعمى. لما وسام ابو علي بيغيب بتبان قد ايه ما عندكش حلول هجوميه، وعلى مستوى الاجنحه ادينا شفنا طاهر اتصاب، فما قدامكش غير حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم، رضا اللي بيقدم اداء غير مقنع تماما لحد دلوقتي من ساعه ما جه السنه اللي فاتت.
وبيرسي تاو اللي واضح انه مطريها ومش مهتم اصلا، على الرغم من كده ان هو لو فايق شويه بيديك اداء رهيب. فانت رحت خرجت احمد عبد القادر وخرجت وينجات وما جبتش حد مكانه، فواضح احتياج الفريق الكبير قوي الوينج في يناير. وبان طبعا قد ايه لما وسام بيغيب ان كهربا ما ينفعش يكون نمره 2 ولا نمره 3 في الاهلي. وبرضه رحت خرجت محمد شريف وما جبتش حد مكانه. فالوضع الحالي صعب وصعب جدا لفرقه النادي الاهلي، ومحتاج تدخل سريع من مجلس الاداره في الصفقات في يناير. ده غير ان انا شايف ان حاله الظهير اليمين سيئه جدا، سواء اكرم توفيق او عمر كمال، الاثنين مش مقدمين مستوى كويس. وفي نص الملعب امام عاشور لو مش في حالته والفرقه بيبقى وضعها صعب قوي. وهو صحيح فين عمر الساعي اللي جبناه ب 50 مليون جنيه؟ الراجل ما بيشاركش وما بياخدش اوقات خالص. فهل زي ما بيتقال كولر مش مقتنع بيه؟ حاجه غريبه جدا. والراجل فعلا لعيب موهوب وافضل من ناس كتيره بتاخد فرص، وعلى اخر الموسم لو كمل كده هيتباع ب 3 مليون ونبقى لا استفدنا منه ولا عارفين احنا جبناه ليه اساسا. وادينا خلاص اهو داخلين على يناير، على ما الفيديو ينزل يمكن يكون اول يناير. فخلونا نتكلم على الصفقات. بعد الخساره من باتشوكا على طول رحنا جبنا حمدي فتحي اعاره لكاس العالم للانديه، رغم ان انا شايف ان احنا المفروض نفكر في يناير قبل ما نفكر في شهر 6. بس تمام اهو اي حاجه تمشي بيها الدنيا والسلام. وبعديها ابتدى سيل من الاشاعات بيطلع، عبد المنعم هيرجع، تريزيجيه هيجي، هنجيب ايفرتون، هنجيب بغداد بونجاح، هنجيب اسامه الادريسي من باتشوكا. وكل ده لحد دلوقتي مجرد اشاعات وكلام ما بين النفي وما بين ان محدش بيعلق عليها اصلا. وتعالوا كده نمشي الموضوع على المنطق. خلونا نتكلم الاول في حمدي فتحي الراجل اللي جه. لعيب طبعا مفيد وانت اصلا كنت في حاجه ليه وما كنتش محتاج ان هو يمشي. راجل كان كساحه الغام في نص الملعب ومفيش اهلاوي ما اتبسطش من خبر عودته. وابتدينا نسمع كلام انه ممكن يجي في يناير بدل اخر السنه، بس انا بقول لك الكلام ده بعيد جدا عن الواقع. وانا بتوقع ان هو هياخد مكان اساسي مع الاهلي في كاس العالم للانديه. عبد المنعم بقى وعودته بصراحه حاجه انا ما اتمناهاش تماما، واتمنى ان هو لو رجع يلعب كاس عالم انديه تمام ماشي، لكن ما يرجعش في يناير. الراجل لسه قدامه بدري قوي في الاحتراف، ده لسه بيقول بسم الله وبياخد اول خطوه ليه. انا فاهم ومدرك كويس قوي ان اكيد بيواجه صعوبات في فرنسا، بس انا متاكد انه لو قدر يعدي السنه دي من السنه الجايه هيشوف اداء مختلف خالص، وان نيس هتكون مجرد محطه ليه للوصول لنادي كبير. اما بقى اسامه الادريسي فالموضوع مقفول تماما. باتشوكا تمام عندها استعداد تبيع، وهو اصلا نادي زي ده بيحب يبيع لعيبه، بس هيبيعه بكام؟ الراجل ده مش هيتباع باقل من 10 مليون دولار، وده تقريبا اكبر من ميزانيه الشراء بتاعت النادي الاهلي كلها. فالموضوع مقفول ضبه ومفتاح. اما ايفرتون فوكيل اعماله طلع نفى المفاوضات تماما، وبعد ما الوكاله بتاعت اللعيب عملت فولو للنادي الاهلي قالوا لك انتوا هتصدعونا وهتوجعوا دماغنا هنشيل الفولو. اخيرا بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري، وده الكلام كان كتر عليه قوي قوي قوي، بس الناس في اداره الشمال بتنفي الموضوع تماما. وابتدى يطلع كلام كمان ان هو هيرجع السد، وبيني وبينكم كلام منطقي لان الراجل ده مرتبه مش قليل تماما، وانت مش هتروح تجيب لعيب تدفع له مرتب كبير قوي عشان يقعد في الاخر احتياطي لاسامه ابو علي. وانا بشوف ان الاقرب ان الاهلي ممكن يخلص محمد شريف، خصوصا ان عقده هيخلص خلاص مع الخليج. وطبعا مش محتاج اقول ان الكلام على مصطفى محمد هو من وحي الخيال لا اكثر، لانه برضه لعيب نانت الفرنسي مش هيبيعه باقل من 10 مليون دولار. وما اعتقدش يعني ان مصطفى عنده طموحات للعوده لمصر دلوقتي، لان اصلا كان في كلام على نادي في اليونان، واحد المسؤولين في النادي طلع اتكلم على انه فعلا كان في مفاوضات ورغبه في ضم مصطفى، لكنه كان صريح وقال انه ما عندوش اي نوايا انه يروح الدوري اليوناني في الوقت الحالي. فعموما خلونا نشوف كده الدنيا هتمشي مع ايه في الاهلي في الصفقات. والفريق على وجه السرعه محتاج جناح او 2 على الاقل مع مهاجم ولعيب محور، لاننا شفنا عمرو السوليه اللي عنده 35 سنه رجع تاني بيحجز مكان اساسي في الفريق، وامام عاشور لو مش في حالته الوضع بيبقى صعب قوي للاهلي. وعمر الساعي ده الراجل مش مقتنع بيه طبعا، غير زي ما قلنا ان الاجنحه رايحه في 60 داهيه. والمهاجم الصريح لازم يكون في بديل لاسامه ابو علي. الاهلي بقى في شهر يناير داخل على شهر تقيل قوي فيه 7 ماتشات. الفريق هيلاعب بلوزداد وسموحه واستاد ابيجان والجونه، بعدها اورلاندو وفاركو، وهيختم الشهر بمواجهه البيراميدز. فاتمنى ان الاهلي يخرج من الشهر ده بالعلامه الكامله، لانه شهر فيصلي في الصعود في الدوري الابطال والمنافسه على الدوري. وبس كده، ده كان اللي عندي بصراحه في الكلام على شهر ديسمبر والكلام عن الصفقات واحتياجات النادي الاهلي. وادينا شفنا مع بعض الاهلي داخل على ايه في يناير. خلونا بقى نترقب اللي هيحصل في الشهر والاهلي هيعمل ايه على مستوى النتائج وعلى مستوى الصفقات. وفي الاخر بقى لو عجبتك الحلقه ما تنساش تظبطني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام.